واحد في الشارع يلعب كورة بالكنزاية وكأنه أحسن من كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وكل مشاهير الكورة. في ناس بتلعب كورة في الشارع، وناس بتمشي تغني تاخد صورة في الشارع. في ناس بتشتم بعض، تضرب بعض، تقتل بعض في الشارع. في ناس تنام على الأرض في الشارع، وناس تبيع العرض في الشارع. وفي الشارع أخطاء كتير صبحت صحيحة، لكن صحيح هتكون فضيحة لو يوم نسينا وبوسنا بعض في الشارع. دي موهبة حقيقية، ده كان ممكن يبقى لعيب كورة مشهور وأحسن من كل اللعيبة المشاهير اللي اللعبة دي جابت لهم مليارات. نطلع من هنا بإن احنا بلاش نتنمر على الناس دي. كل واحد في الناس اللي بنشوفها في الشارع مشردة دي ونشاور عليهم ونقول مجنون، جواه حكاية هو وربك وحده اللي عالم بيها، هي اللي خرجته من إنسان سوي لإنسان بانت عليه آثار الجنون، ومشي في الشارع وطول شعره ونسي الدنيا وأصبح تايه في رحلة بلا رجعة. الناس دي بجد هم ناس حساسة جدا، اتعرضوا لمشاكل كبيرة جدا ضغطتهم، خرجتهم عن الشعور والسيطرة والرغبة في الحياة. والإنسان السوي ما بقاش إنسان سوي. لما تشوف حد زي كده ادعي ربك ربنا يرد له عقله، وحاول تساعده على قد ما تقدر. يمكن كان مستني أكلة أو بق مية تكون أنت سبب فيها. إنك لما بتعمل كده مش أنت اللي أكلته أو أنت اللي شربته، أنت سبب. ربنا خلى الراجل ده يجي في طريقك علشان تعمل معاه كده، علشان ربنا يرضيك ويديك حسنات ويديك من فضله. الشطارة منك ولا حاجة، كلنا مجانين بس بنسب مختلفة. تابعوني ولايك وكومنت وإعادة نشر، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. خلاص بقى، زمن اللعب راح. شرفتوني، تابعكم شرف ليا. السلام عليكم.